السلام عليكم. واش عمرك جلستي مع راسك وقلتي شنو خاصني بالضبط باش نعيش مرتاح؟ ماشي نعيش وخلاص، نعيش مرتاح بلا صداع، بلا ما نحسب كل درهم، بلا ما نفكر واش نوصل لنهايه الشهر ولا لا. حاليا المعيشه غلات، كل نهار كيطلع شي حاجه جديده، الكرا طالع والماكله غلات وحتى الطوبيس والمازوت ما خلاوناش نتنفسوا. شنو كنحتاجو حنا في حياتنا اليوميه؟ غير سكن نقي وامن، ماكله صحيه، تنقل مريح، صحه وعلاج الا مرضنا، وفوق هذا الشيء شويه ديال الترفيه والراحه النفسيه. باش تجمع هاد الحاجات خاصك على الاقل 5000 درهم في الشهر الا كنتي بوحدك، وكثر من 8000 درهم الا بغيتي دير شويه الادخار او تعيش فعلا براحه. ولكن الواقع كيقول حاجه اخرى، كاين اللي خدام ب 2500 درهم وعايش، وكاين اللي كيشد 9000 درهم ومازال كيشكي من المصاريف. والحقيقه ان الراحه ماشي في المبلغ، الراحه في كيفاش نسيروا داكشي اللي عندنا. ولكن اللي نتفقوا عليه ان حتى حد ما يقدر يعيش مرتاح الا المعيشه كلها ضغط وتفكير. قول لي انت، شحال خاصك باش تعيش مرتاح؟ وشنو الحاجه اللي كتاكل لك الميزانيه كل شهر؟